السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي، يا صباح الفل، يا صباح الجمال عليكم. واسكنتوا بالليل مساء الخير، مساء الفل، مساء الجمال. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ اخباركم؟ وحشتوني، اقسم بالله وحشتوني. لما بقعد كام يوم كده ما بصورش بحس ان انتوا وحشتوني. ربنا يبارك في عمركم يا رب ويخليكم ليا يا رب، ما نحرمش منكم ابدا ومن لايكاتكم ومن مشاهداتكم. ربنا يخليكم، ما وصكوش عليا. احمد مش قاعد، كان قال لي الله ينور يا ماما، خدت عليه طبعا. ها احمد بيعمل دوشه في كل حته يروحها. بسم الله ما شاء الله. ما طولش عليكم، النهارده قلنا هنعمل شوربه خضار. دخلنا على طول بقى كده. اختي بقى بطنها وجعها الايام دي، ربنا يشفيها ويعافيها، فقلنا نريح معدتنا بقى. لازم الواحد يريح المعده. يعني يعني المفروض كل تغيبي وتعملي الفول نابت، شوربه خضار، الحاجات دي بتريح المعده على فكره. يعني نبطل بقى الاكل والسمين والكلام ده، يوم كده حتى في الشهر او يومين نعمل شوربه خضار، نعمل فول نابت. الفول النابت ده كان زمان كنا بنسقي فيه كده العيش، وايام زمان الله يرحمك يا اما وستي واجدادنا كانوا بيحبوا الفول، يحطوا طبق الفول كده ويسقوا فيه العيش الناشف. فاكرين؟ اللي فاكر يبقى يقول لي. يلا بينا. انا دلوقتي عندي عملت بطاطس ليالي، نضفتها وقشرتها كده، بصوا خرطتها كده مكعبات صغيره. وطبعا كوسه، بطاطس، شوربة الخضار، بطاطس، كوسة، بسلة كانت عندي في التلاجة، فاصوليا كانت عندي بردك في التلاجة. بصوا اهي، بسلة، فاصوليا، جزر. معرفتش، نسيت اجيب الجزر، رحت مطلعه كيس من التلاجة. الحاجة حلوة في البيت. وحبة لسان العصفور. في ناس ما بتحبش تعمل شوربة الخضار بلسان عصفور، بس انا بحب اعمل شوربة الخضار، بحط لها كل حاجة. الشوربة، ما احنا الشوربة عادي. ومعانا دي كوبايه عصير اهي، طماطم ضربها كده في الخلاط بحبه ميه، يعني مش عصير عصير، يعني حبه ميه كده وكام طماطميه زي كده اهو. وبحب البصل ده، بص البصل هو ده البصل الايه، الفريش بتاعنا ده. فيلا بينا نحمر لسان العصفور ونطشه في الشوربه ونحط حاجه حاجه. يلا يلا نعم مع بعض. على فكره اللي بيسقف ده احمد ابني تحت في الشارع. برضك مفيش فايده، وانا بصور سامعه صوته، سامعين؟ ادعوا له ربنا يشفيه ويهديه يا رب من عنده. يلا بينا نحمر لسان العصفور ونحط حاجه حاجه، واوريكم نحط حاجه حاجه ازاي. يلا بينا يلا بينا. وكده عشان ما اضيعش وقت حمرت لسان العصفور معايا اهو. بحط البصل، ما شاء الله اهو البصل بيتحط كده. انا بحب البصل ده ايه في الشوربه كده، بيبقى طعمه حلو قوي. احط حبه الطماطم، بصوا على قد اهي. هي دي خفيفه يعني، مش صلصه، يعني مش صلصه تقيله. بص اهي ما شاء الله ما شاء الله. نشيل حاجتنا برضك. نبتدي نحط البطاطس. البطاطس هي اللي بتاخد غلوه، وبعد ما نحط البطاطس كل حاجه بتاخد غلوه معانا. هنا لسان العصفور خدت غلوه ما شاء الله اهي. الشوربه حمراء وحلوه ايه ما شاء الله. هنا بنديها ايه البطاطس اهو، بنسيبها تاخد غلوه. وبعد كده نحط الكوسه، نحط البسله، نحط الفاصوليا، بنحط حاجه حاجه. اتعلموا بنات شوربه الخضار بتتعمل ازاي، واحده واحده كده والدنيا بتمشي معايا، ما تمشوش. وكده البطاطس واللسان العصفور خدوا غلوه اهو. نحط بقى فيهم كل حاجه. طبعا الجزر مستوي بس متلج اهو، نحطها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، نسمي الله. ومعايا فاصوليا ومعايا بسله. ايه رايكم في الجمال بقى؟ قولوا ما شاء الله. طبعا كل حاجه هتسيح وهتاخد غلوه، كل حاجه غلوه، هي غلوه واحده اهي. ومعاها كوسه. وكده هي دي شوربه الخضار بتاعتنا الجميله ما شاء الله، سهله وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. دي شوربه فراخ ديت، انا عاملاها بشوربه الفراخ. طبعا انا سلقت الفرخه هنا كده في الشوربه وطلعتها. يعني انا ما وسختش موان كتير، كمان ما بوسخش حاجه اهو، زي ما انتم شايفين ما شاء الله. بصوا الشوربه اهي بتاعتنا جميله قوي.
بصوا انا اقرب لكم الكاميرا اهي عليكم اهي. ايه رايكم؟ بص فيها كل حاجه، بطاطس وكوسه وفاصوليا وجزر. قولوا ما شاء الله ما شاء الله. يلا واغطيها وتغلي غلوه يعني خلوا بالكم برضك شوربه الخضار مش هتغلي كتير، لان كده البطاطس دخلت في السوا. والكوسه ما بتتري، يعني بتتري لو غلوه تانية واطفي عليها. وبألف هنا وشفا للي ياكل. ويلا ناكل مع بعض شوربه خضار النهارده. غدانا النهارده شوربه خضار. قولوا ما شاء الله. خشوا وعلقوا وقولوا ما شاء الله، وما تنسوش كلمه ما شاء الله. يلا بينا. يلا بينا، وما تنسوش برضك هناكل مع بعض. بصوا الشوربه بقى بعد ما استوت شكلها جميل ازاي. بصوا عامله ازاي، عامله رق كده حلو جميل 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 ما شاء الله. والبصل معاها بص التشكيله. ايه رايكم فيها؟ ايه بقرب لكم الكاميرا اهي. ايه رايكم فيها؟ وبعمل حبه رز بقى كده واحده وواحده. اللي عايز ياكل رز مع الشوربه ماشي، اللي عايز يشرب الشوربه لوحدها يهدي معدته ويهدي القولون بتاعه ماشي. وبألف هنا وشفا للي ياكل. يلا بينا. يلا بينا نغرف الشوربه مع بعض. ايه رايكم في الجمال؟ ايه رايكم؟ قولوا ما شاء الله ما شاء الله. بصوا كده الحله بتاعتنا جميله ايه ما شاء الله. بصوا بصوا الشوربه الجميله كده. نغرف مع بعضينا الشوربه ايه. بصوا اهم حاجه البصل. شايفين البصل اهو. البصل اهي. الشوربه طبعا سخنه ملهلبه ما شاء الله. قولوا ما شاء الله ما شاء الله اهي. الشوربه بقى وجنبها حبه الرز وخلاص على كده. مش هنعمل بقى طبيخ والكلام ده. حته الفرخه وتتحمر جنبها وخلاص. مش هنقولك بقى هنطبخ بقى ونعمل فرح، لا هو احنا عملنا الفرح في شوربه الخضار فيها كل حاجه. وعليك يا حبيبي. احمد جوه في الاوضه بيقول الله ينور. كده نشيل حله الشوربه بتاعتنا نركنها على جنب. جدع يا احمد. سمعت احمد وهو بيسقف تحت صح؟ عارف يا احمد هم سمعوك وانت بتسقف تحت. وكده احلى طبقين شوربه مع طبق رز